ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، تتعاد عليكم الايام بالخير. النهاردة بقى الفيديو بتاعي عن الفلافل البيتي، عاملاها المرة دي بطريقة سهلة جدا. اكتر مرة انا انبسطت من نفسي وانا بعمل الفلافل البيتي دي. بس الاول ما تنسونيش باللايك والاشتراك. لاول مره بيشوف قناه بيتك منور مع سما، وكمان ما تنسوش تدعوا لابويا بالرحمه والاموات المسلمين اجمعين. اول رمضان من غيره صعب علينا جدا جدا، وصعب عليا اعمل اي حاجه كان ابويا بيحبها وما لقاهوش يقول لي رايه. ويقول لي برافو عليكي، عاملاها المره دي احلى، عاملاها المره دي ناقصها كذا. يعني مفتقده جدا في كل تفاصيلي لحياتي عامه. رمضانك في الجنة إن شاء الله يا بابا، أنت وكل أموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. النهاردة بقى يلا نقول المقادير. وسموا الله وصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا نص كيلو فول مدشوش بلاه من قبلها ب6 ساعات، يعني من 6 ساعات ل8 ساعات بلاه في مية سخنة. ومعايا 3 ربط كرات، بصلاية كبيرة متقطعة 4/4، حوالي 5 فصوص توم مهروسين. خلاص كده. طب انت بقى بتعملي ايه؟ اول مرة اعملها من اولها لاخرها في الخلاط. يعني بصوا يا جماعة، انا بنبهر كل ما اجي اعملها في الخلاط، بنبهر بالنتيجة الجميلة قوي دي. بصوا زي ما شفتوا جبت شفشة الخلاط يعني خلاط، مش اكتب في العنوان الخلاط والاقيهم عاملين لي في كبة. لا، انا عاملاه من اوله لاخره في الخلاط. ما عدا الخطوة الاخيرة هتشوفوها معايا، مش عايزة اسبق الاحداث. هتعمليها في الخلاط ازاي؟ هحط كوبايتين مية من المج العادي بتاع الشاي مع المقادير اللي انا عاملاها دي. يعني هحط كمية من الفول مع ربط الثلاث ربط الكرات مع البصلاية مع الثوم. واول مرة هضربهم فيها مع بعض. هقوم جايبه المصفى السلك بتاعتي، وزي ما انتم شايفين كده بايديا مش بالمعلقه، عشان اضمن ان كل السوائل اللي في الفلافل بتاعتي نزلت. تمام. انا بقى طبعا بحسها بايدي، ملمس ايدك مهم جدا في شغلك واكلك بالذات. تمام. هفضل بقى اصفي كده كمية بكمية لحد الدور الاولاني ما يخلص. بصوا مش محتاجة اديها وش تاني، مش محتاجة خالص. عايزة تقلي على كده اقلي، فاهماني؟ بس انا هقولك على تركاية بس. كنت بشوف بتوع الفلافل اللي بيعملوها، فانا حبيت اعمل زيهم. وسمعت بصراحة برضو قناة كبيرة قالتها فعجبتني الفكرة. بس عايزه تقلي على كده اقلي، فاهماني ازاي؟ بكمل بقى بقيه المقادير بتاعتي بنفس الطريقه. الميه اللي انا صفيتها من المصفى مش هرميها، هحطها في الدور التاني لحد ما اخلص النص كيلو كله. فاهمين انا قصدي ايه؟ يعني انا حطيت اول دور الكرات مع البصل مع الثوم مع شويه فول، وصفيت الميه مع كوبايتين ميه. صفيت الميه بتاعتهم زي ما انت شايفه كده في بوله. المهم اضمن ان كل السوائل نزلت. الميه اللي نازله دي مش هرميها، هحطها في الدور التاني مع بقيه الفول الباقي لحد النص كيلو كله ما يخلص معايا. تمام. وبعد كده خلاص الميه دي مش هحتاجها في حاجه. اهو بصوا ده كان تالت دور، علشان بس انا مش عايزه احط الكميه مره واحده عشان الخلاط يمشي، فاهمين؟ وحطيت ليه مجين ميه عشان برضو الخلاط يمشي، عشان الجهاز ما يبص مني، فاهمين؟ مادام كده كده بصفيهم. خلصت بقى الكميه كلها، وده كان اخر دور هضربه وهصفيه. وفي الاخر هتشوفوا النتيجه النهائيه. والله الفلافل بتاعتي ناعمه جدا، مش محتاجه اديها زي ما بيقولوا كده فرمه في 2 في 3 او وش في 2 في 3 علشان تنعم معايا. لا بصوا ناعمه جدا، ناعمه والله خالص. والحمد لله كل السوائل اللي فيها نزلت. انا بقى جربتها وهي على الوضع ده، والله لا فكت مني في الزيت ولا اي حاجه. طب انت جبتي الكبه ليه وانت بتقولي خلاط من اوله لاخره؟ هقول لكم ليه. عارفين كده العجينه اللي في المحلات الجاهزه بتاعه الفلافل، مش بتحسي كده انها عامله زي الفوم وخفيفه كده وهشه؟ اللي بيشتري عجينه لوحدها يعني بيعمل فيها بيتحط كده في المكنه اللي بتقعد تلف كده في العجينه لحد ما تحسيها بقت خفيفه وهشه وبقى فيها زي فوم كده. طيب احنا عايزين نعمل زيهم، عايزين كده الفلافل بتاعتنا تبقى هشة كده ومن جوه كده يعني مش مكتومة مفرغة. هتعمليها كده بس لفاية في 2 في الكبة. بس انتي مش محتاجة تنعميها، انا عايزة بس اخليها زي ما بيقولوا كده دخل فيها الهوا. عايزاها اما اجي اقليها ما تبقاش مكتومة، عايزاها تبقى مفرغة من جوه كده وهشة خالص.
تمام. فانا هعملها في الكبه في طريقه تانية، ممكن تضربيها بمضرب البيض، عارفين مضرب الكهربائي بتاع البيض والكيكات والحاجات دي، او اضربيها كده لفتين تلاتة. ما عندكيش لا ده ولا ده، بايديكي كده بالمضرب السلك العادي، مضرب اليدوي، بس هتاخد منك وقت. بصوا حتى لونها اتغير، انا عايزه لونها يفتحها خالص وتبقى زي الفوم كده. ده بس اللي خلاني استعين بالكبه. عندك مضرب كهربائي اعملي بيه، عايزه تقليها على الوضع ده من غير ما تعملي اخر خطوه براحتك خالص، انتي ومزاجك خالص. يعني انا بس حبيت اجود من الطريقه السنه دي، عشان برضو نبقى ما سبناش اي حاجه ممكن تميز الفلافل بتاعتنا في البيت وما تفرقهاش عن بتاعت بره، بل بالعكس انضف واحلى واجمل بكتير واطعم كتير كتير والله من اللي بتجيبيها من بره. وكفايه ان الزيت عندك نظيف. تمام. ودي بقى عمرها لو كلتيها على السحور ما عمرها ما تحرق لك صدرك زي ما بيقولوا كده، ولا تضايقك. هقول لك ليه، لان الزيت بتاعها مش هيبقى محروق كذا مره، فاهماني؟ ومش هتبقى شاربه زيت زي بتاعت ايه بره. انما ديت انت الزيت بتاعك اول مره تستعمليه، فاهمه؟ هيبقى نضيف جدا جدا. بصوا بقى شكلها بقى بالظبط زي اللي بتتباع بره بالظبط. هي اصلا كانت ناعمه بعد ما خلصت من الخلاط. زي ما قلت لك، عايزه تقليها بعد الخلاط تقليها، عايزه تعملي اخر حته كده في الفيديو زي ما وريتك، عشان ما تفرقيش الفلافل بتاعتك عن بتاعت بره. او الطعميه، احنا عندنا هنا بنقول عليها فلافل، او الطعميه زي بتاعت بره. اعملي خطوه الكبه او المضرب الكهربائي، او تلفيها كده كذا لفه بايدك بالمضرب اليدوي، بس كده. ونقلتها طبعا بقى في اكياس عشان نخزنها كل يوم بقى، اطلع على قد احتياجنا للسحور. وبعدين طبعا طول الشهر بقى معانا هعمل بقى فلافل على طول. بس دي بقى ايه الطريقة السهلة جدا، مش هتاخد منك والله ساعة زمن. بس طبعا ده غير النقع بتاع 6 ساعات. يعني انتي هاتيه الفول واغسليه ونقعيه 6 ساعات. بعد 6 ساعات بقى الخطوات اللي بعد كده مش هتاخد في ايدك، لو اقولك نص ساعة مش هتصدقيني. بس جهزي الاول مقاديرك وجهزي خطواتك وادواتك، هتلاقي الدنيا سهلة جدا. خليت بقى ايه بعد ما عبيت الفلافل، خليت حتة بقى عجينة كده في الاخر، زودتها شوية ملح وشوية كزبرة، وحطيت بقى ايه سنة بيكنج باودر او بيكربونات صوديوم لو موجود عندك. بس كده. وجبت الطاسة بتاعتي وحطيت فيها بقى شوية زيت، وبدأت أقلي كده معاكم. والله لا فكت ولا أي حاجة. حتة الفلافلية كده اللي أنا شلتها بالمعلقة دي كانت يعني لازقة في المعلقة. بصوا لا فكت ولا أي حاجة. حطيت معاكم 4 فلافلات ما شاء الله اللهم بارك. بصوا زي العسل، وهتشوفوا قلبها من جوه أخضر وجميل، حلوة جدا ونظيفة جدا، وطعمها والله كأنهم بياكلوا كفتة مش فلافل. ريحتها كده قلب البيت من جمالها. صدقوني يا جماعة والله جربوا طريقة الخلاط، يعني مش هتندموا، هتوفروا وقت جدا، والفلافل بتاعتك هتنجح معاكي يعني نجاح محقق. يعني انا بأكد لكم اللي هتعمل الفلافل بتاعتها في الخلاط تبقى ضامنة نجاحها 100%. بس تعمل زي ما انا ما قلت لكم، تصفي بس السوائل بايديها علشان تحسي ان خلاص العجينة بتاعتك ما بقاش فيها اي سوائل. تمام. بصوا بقى دي كانت فلافلية كده فاضلة، يعني حتة عجينة قلت احطها في الاخر. بس كده. وعبيت بقى الفلافل بتاعتي يا حبايبي، وبعد ما قالتها بقى ده كان الشكل النهائي بقى ايه وصفتي النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكون طريقتي عجبتكم. بصوا بقى قلبها كان تحفة والله، كانت فلافل زي العسل زيكم كده. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى تكون وصفاتي بتعجبكم، مع ان مشاهداتي وحشة جدا جدا، بس يلا املي في ربنا كبير، واللي امله في ربنا كبير ما بيخيبش ابدا. اشوفكم بقى على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك. اللي اول مره بيشوفوا القناه يا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناه بيتك منور مع سما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.